النسر الذهبي. النسر الذهبي أحد أكبر وأخطر الطيور الجارحة، يوجد في كل أنحاء العالم، في أوروبا، آسيا، أفريقيا والأمريكيتين. بنفس الوقت مصنف في الكتاب الأحمر كصنف نادر. اكتسب النسر اسمه بسبب لونه الأسود البني مع ريش عنق ذهبي. لهذا النسر حجم مذهل، يصل طوله لمتر واحد، وحجم جناحه من 60 إلى 70 سنتيمترا. لهذه الطيور مسافة هائلة بين جناحيها تتراوح بين 180 سنتيمترا و240، وبهكذا حجم تهاجم النسور الذهبية فريسة بأضعاف حجمها. إنها ببساطة قوية للغاية، لأنه يمكنها التحليق بفريسة تزن أكثر من 15 أو حتى 20 كيلوغرام. تزودها يديها بقبضة حديدية، مخالبها بطول من 6 إلى 7 سنتيمترات. بواسطتها يسدد الطائر الجارح ضربته القاضية. غالبا تصطاد النسور الذهبية حيوانات صغيرة كالمرموط، وعادة تصطاد الأرانب والتي تبلغ سرعتها من 50 إلى 60 كيلومتر بالساعة، لا تقارن بسرعة الطائر والتي قد تصل لأكثر من 320 كيلومتر بالساعة عند الانقضاض. تعتبر صقور الشاهين أسرع الطيور في العالم لأنها تنقض بسرعة 390 كيلومتر بالساعة. تهاجم الطيور الأكبر من النسر الذهبي أيضا، فمثلا ديوك الخلنجي هذه فقدت حذرها ولم تنتبه لتهديد الجارح. أسرع النسر الذهبي إلى الموقع، انقض على أحد الطائرين والآخر شعر بالإهانة وبدأ بمحاربة النسر. للأسف لم يكن هناك فرصة أمام مخالب النسر القوية. حتى حيوان رشيق وسريع كالثعلب لا يمكنه النجاة من هجوم النسر الذهبي، وبالنتيجة تهاجم النسور الذهبية بقوة كبيرة فتصيب الضحية بالعديد من الجروح والكسور فتموت مباشرة. في كامل مملكة الحيوان تمتلك النسور الذهبية أفضل إبصار، قد ينافسها البعض ولكنها حتما من الأسياد. ما يميز بصرها هو أيضا قدرتها على تمييز الألوان. كشيء نادر في عالم الحيوان يمكن للنسور الذهبية الرؤية لأبعد من الإنسان ب8 مرات. يمكنها تمييز فريستها كالأرنب مثلا على بعد 4 كيلومترات. وكل عين للنسر قادرة على التركيز على مجسمين بشكل متزامن كحاجبين مقوسين فوق عينيه، والتي لا تعطيه فقط مظهرا مهيبا إنما تحمي عينيه من الضوء الساطع. يبقى النسر الذهبي أحيانا مترقبا على صخرة أو شجرة عالية. في البداية يحوم في السماء مترصدا بفريسته، ثم يهاجم فجأة فلا يترك لها فرصة للنجاة. حتى الذئاب لا يمكنها دائما منافسة سيد السماء. قد تعتقد أن للذئاب بعض الميزات فعلى الأقل هم على اليابسة، لكنه ليس دائما الحل. الذئاب تحديدا غير محظوظة إن لم يكن قطيعها بجوارها. انظر كيف ينقض النسر الذهبي برشاقة على المفترس. عادة يمسك النسر الضحايا بقبضة على الرأس وأخرى على الظهر، تحطم العمود الفقري بمخالبها القوية أو تنقض بمنقارها المدبب مما يمزق الأوعية الدموية. النسر الذهبي أيضا واسع الحيلة عندما يصطاد وعلا أو غيره، ولا يحتاج لأن يبذل جهدا كبيرا، فيتجه للفريسة ويطير بها إلى الجرف ويرميها، وكل ما عليه فعله الآن الطيران إلى الحيوان الذي مات. أحيانا حتى البشر يصبحون ضحايا لهجوم هذا الطائر. مثلا في هذا المشهد ينقض نسر ذهبي على امرأة معها ببغاء. بالطبع كان النسر مهتما بالببغاء، ولكن أصيبت المرأة بشدة. إنه موقف غير سار عندما ينقض عليك عملاق كهذا.